اخواتنا المغاربه بياكلوا شوربه الحريره وبيديك معاها بلح تمر. فانت متخيل تبقى تاكل حاجه بملح مثلا وتاكل معاها حاجه بسكر. اخواتنا المغاربه بياكلوا شوربه الحريره وبيديك معاها بلح تمر. فانت متخيل تبقى تاكل حاجه بملح مثلا وتاكل معاها حاجه بسكر. اغرب حاجه شفتها في حياتي. ومعلقه شوربه. الناس اللي شافني تقول لي انت مجنون، انت بتشرب شوربه معاها بلح. اخواتنا المغاربه بياكلوا حاجات كده. الحريره وخلصنا المقبلات، نخش بقى على التقيل. المغاربه ما بينزلوش الاكل كده زينا في مصر مره واحده، بينزل لك المقبلات وشوربه الحريره مع التمر، وبعد كده بقى ينزل لك مثلا اللحمه بالبرقوق. الناس اللي هتشوفني تقول لي ايه يا عم انت بتقول لحمه بالبرقوق. اللي انا هاكله دلوقتي لحمه بالبرقوق. لحمه انت متخيل تاكل حاجه بملح ومعاها حاجه مسكره. الاكل المغربي بقول لك في حته تانية، والناس دي دماغها في حته تانية، بس الاكل بامانه الله خلينا نجرب ونشوف. بعض المغاربه بيشربوا الشاي مع الحريره والبلح والمقبلات اللي احنا صورناها من شويه، بس بيعملوا كده ومش كتير بقى، تاخد حبه صغيرين فاهمني، تشربهم وبعد الاكل تكمل شرب شاي. زي ما انتم شايفين كده شاي مغربي بالنعناع. بسم الله. المغرب تلاقيهم حاطين لك دايما زيت زيتون. دي على اي طاوله مغربيه هتلاقي زيت الزيتون موجود، يعني مش هتلاقي طاوله مغربيه فاضيه مثلا من الزيت الزيتون. حاجه اساسيه. ياكل عند مغاربه هيحس الموضوع غريب، لان انت تقريبا لما بتاكل المغاربه شويه عندهم نظام مختلف عندنا في مصر. بيديك مثلا الحريره ويديك الشاي والحاجات تبدا بيه وبعد كده تقعد تستنى. فاللي مثلا مصري ويجي في مطعم في مغربي هيحس الموضوع شويه غريب، يقول لك يعني ايه تنزل مثلا نص الاكل وبعدين نص الاكل. بس هو ده النظام بتاعهم، بيديك الحريره السوب الشوربه والشاي والحاجات تبدا بيها وتستنى شويه وبعدين تبقى ينزل لك بقى الاكل كامل. فلو انت جاي تاكل في مطعم مغربي اول مره ما تستغربش، عشان هو ده النظام بتاعهم. علشان اغسل ايدي لقيت النظام عامل ازاي. انت حرفيا في امستردام هولندا وكده، كان بتحس ان انت فعلا في المغرب. اما انك تخش مطعم مغربي تقريبا بيعملوا كل حاجه بالنظام المغربي، حتى البيبان شكلها عامل ازاي. يعني شايفين الحوض اللي بتغسل فيه ده كأنك فعلا في المغرب. هو المفروض ان ده فراخ وبيجي معاه بطاطس محمره، وزي ما انتم شايفين كده بيجي معاه ايه لوز ومشمش مجفف. المفروض ان ده اسمه لحم بالبرقوق، عباره عن لحمه مسلوقه مستويه بالبصل وسمسم، ومحطوط عليها برضه ايه لوز تقريبا ومشمش مجفف، ومعمول عليها بيضه زي ما انتم شايفين كده. الجماعه دولت في حته تانية يا جدعان والله. من على الشكل نشوف الطعم عامل ايه بقى. انت متخيل انك هتاكل لحمه مع مشمش مجفف وكيوي وبيض وبص، هو حاجه غريبه فاهمني، بس المهم الطعم. بسم الله. نبدا ايه. ده زيت زيتون بيبقى نازل من ده. انا جربتها قبل كده في كذا مكان. شايفين اللحمه. بسم الله ما شاء الله. ايوه بقى. Eet. Mama, vieze patat vergeten, die was echt vies. Kan nooit zo. واو. نجرب بقى طاجن الفراخ. المغرب بيقول عليه طاجين، ده طاجن فراخ. المهم سيبنا بالبطاطس والحاجات دي، احنا عايزين ناخد حته ايه، حته فرخه. بسم الله. او ماي جاد. انت مع كل عضه بتاكلها حرفيا دماغك بتروح في حاجات كتيره، يعني بتدوق اكتر من حاجه. انت متخيل بتاكل لوز مع مشمش مجفف وبطاطس محمره والتتبيله اللي هم عاملينها مع الفراخ. انا لما بقول المطبخ المغربي رقم واحد في العالم، الناس بتقول انت بتطبل وكده وبتاع، اصل انت متجوز مغربيه ولا بتحب مغربيه. انا متجوز مغربيه ولا بحب مغربيه، بس انا بقول الصراحه الناس دول اكلهم في حته تانية، وبيعملوا كده افتكاسات وحاجات غريبه. انا ما اعرفش ازاي المطبخ المغربي مش مشهور مثلا عندنا في مصر ومحدش يعرف عنه حاجات كتير. لما تقول اكل حلو الناس بتقول لك اكل ايطالي، اكل اسباني،
ارجنتيني مثلا، انما لما تتكلم عن المطبخ المغربي تقلع الطاقية وتدي احترام، تقف احترام. كيوي ده ها، نحط معاه البيضة. الناس هتقول انت بتعمل ايه؟ والله ده بيض مسلوق وكيوي. تقريبا الناس اللي شافني مصر هتشتمني، تقول لحد ياكل بيض مع الكيوي، اقول لك انا يا عم. النازل ده كله زيت زيتون. شوف. وايه بقى، خش عليا بالباستيلا. الباستيلا دي بقى يا معلمين، دي باستيلا بالسمك. المفروض ان ده جمبري، شايفين ما شاء الله. بتبقى بقى كده حاجه كده محشيه سمك وشعريه من جوه. بقول لكم ايه، مش هنتكلم كتير، تعال نجرب. بسم الله. بسم الله. هي دي الفطيرة، شايفين؟ بسم الله.